نشاركك هنا قائمة بالأشياء التي يجب عليك تجنب القيام بها قبل النوم للحصول على نوم أفضل. من الضروري الحصول على نوم هانئ قبل الاستيقاظ في اليوم التالي. يتطلب ذلك الحصول على عدد ساعات النوم الموصى به يوميا لعمرك، والسعي للحصول على أكبر قدر ممكن من النوم المتواصل. عندما تحصل على قسط كاف من النوم كل ليلة، تستيقظ نشيطا ومستعدا لمهام اليوم التالي. لكن تذكر أن هناك بعض الأمور التي يجب تجنبها قبل النوم مباشرة. قد تجد صعوبة في النوم أو قد يضطرب نومك بسببها. تابع المشاهدة لنشاركك بالأمور التي يجب تجنبها قبل النوم. يجب أن تكون أجسادنا وأفكارنا في حالة من الهدوء لنستمتع بنوم هانئ. هذا يعني أنه يجب علينا الحد من استخدامنا للأجهزة التكنولوجية كالحواسيب والهواتف المحمولة. للأسف، بدلاً من مساعدتك على الاسترخاء، يمكن للضوء الأزرق الصادر عن هذه الأجهزة أن يتداخل مع دورة نومك ويحث دماغك على الاستيقاظ. إذا شربت الكثير من الماء قبل النوم مباشرة، ستشعر بالانتفاخ وستحتاج إلى استخدام الحمام ليلاً، وبطبيعة الحال سيؤثر هذا سلباً على نومك وبالتالي على جودته. أبسط حل لهذه المشكلة هو الامتناع عن تناول الكحول قبل النوم. ممارسة الرياضة. كما هو الحال مع شرب الماء، تعد ممارسة الرياضة أمراً أساسياً للحفاظ على صحة جيدة. مع ذلك، لا ينصح بممارستها قبل النوم مباشرة. قد تشعرك الرياضة بالتعب وتحسن جودة نومك، كما تساعدك على اليقظة لأنها تحفز جسمك وعقلك. من الضروري تنظيم مواعيد تمارينك بحيث تجني فوائد التعب دون أن تعاني من ارتفاع في درجة حرارة جسمك أو معدل ضربات قلبك. يجب أن تفصل 3 ساعات بين وجبتنا الأخيرة ووقت نومنا، فالمعدة الممتلئة قبل النوم قد تدفع جسمك إلى بذل جهد أكبر لهضم الطعام، مما قد يؤثر على نومك. من المهم أيضاً أن تتذكر أن تناول الطعام قبل النوم بوقت قصير قد يشعرك بالجوع، مما قد يؤثر على نومك. القيلولة قبل النوم بعد الأعمال الشاقة. قد تساعد قيلولة ما بعد الظهر على استعادة أجسامنا عافيتها. مع ذلك، فإن أخذ قيلولة قريبة جداً من موعد النوم قد يؤثر سلباً على قدرتنا على النوم، خاصة إذا غفوت لفترة طويلة قبل النوم مباشرة. حل المشكلات أو وضع الخطط. يمكن اعتبار قضاء الوقت بمفردك الوقت الأمثل لوضع خطط لليوم التالي أو حل المشاكل في نهاية اليوم. مع ذلك، قد لا يكون هذا الوقت مناسباً لذلك. إن ترسيخ عادة استرخائك التأمل يساعدك على الوصول إلى الحالة الذهنية الصحيحة، وهو أفضل طريقة للتعامل مع التوتر النفسي.